وعد إعلان تركيا والسعودية استعدادهما لخوض حرب عسكرية برية في سوريا تحت مظلة التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش وإرسال الرياض طائرات حربية إلى قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا. أعلنت الرياض عن أكبر مناورة عسكرية في المنطقة العربية بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية على أرض السعودية. المصادر السعودية الرسمية قالت إن المناورات تشارك فيها 20 دولة عربية وإسلامية أبرزها مصر والأردن وباكستان وماليزيا والمغرب وتونس، إضافة إلى قوات درع الجزيرة. وتأتي المناورات العسكرية قبل أكثر من شهر من اجتماع يرجح عقده نهاية آذار مارس، وهو الأول للتحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب الذي أعلن ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان تشكيله في كانون الأول ديسمبر، ويضم 35 دولة. ويقدر تعداد القوات المشاركة في التدريبات التي تستمر 18 يوما بأكثر من 150 ألف عنصر، إلى جانب 300 طائرة ومئات الدبابات والقطع البحرية، مع استخدام عدد من الأسلحة الثقيلة مثل التايفون والأباتشي والأواكس. المناورات تسعى بحسب مسؤولين سعوديين إلى تطوير كفاءة القوات السعودية ورفع جاهزية القتال لدى الجيوش العربية. أما الأهمية الرمزية التي تحملها مناورات رعد الشمال فتتمثل بانعقادها في ظل عدم استقرار يهيمن على المنطقة وتطورات ميدانية سريعة في سوريا وتوتر سعودي إيراني غير مسبوق، ما يجعل المناورات انطلاقا من توقيتها وحجمها تحاكي العمليات البرية التي أعلنت السعودية الاستعداد لخوضها في سوريا. وسام جواد، RT.